صباح الفل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ايه الاوتفيت التحفه ده؟ تعالوا شوف انا رايحه فين. آه بصوا، هو انا يعني الفتره دي طبعا احنا في صيف وكده، فمش بس تمرينات بقى وحركات وكده، لا كمان بننزل النادي. يعني دي لقطات كده وهوريكم. انا رحت النادي. مش بس بيبقى صباحي، الصباح بتبقى يعني او الصبحيه يعني بيبقى تمارين وكده. بنيجي بالليل بقى الروقان بقى، بنقعد في النادي يعني على اساس ان في هوا وكده يا جماعه، والله ما فيش هوا في اي مكان الحمد لله. اللهم ارحمنا من نار جهنم بقى. بصوا مش عايزه اقول لكم، يعني الدنيا حر جدا مع قفل النور، فاحنا شعور رهيب رهيب. هنا بصوا، بجد ابني بقاله فوق اكتر من الشهر او شهرين تقريبا، مش عارفه، هي مده طويله قوي، من يمكن من قبل ما اروح بورتو، وهو بيطلب مني محشي يا حبيبي الصغنون يعني. يعني عندي الاتنين اكلاتهم مختلفه تماما. يعني عندي واحد بيحب المحشي، الممبار اوكي، ياكل كل حاجه، جمبري حمام. التاني بقى لا، الحاجات دي مفيش. طبعا بوريكم ان الدنيا هايصه عندي يوم المحشي، طبعا طالما مش محضره التسبيكه ولا اي حاجه، فبيبقى يوم لذيذ جدا جدا جدا، منع الاحراج يعني. المهم يعني يا جماعه، كان الضربه، بصوا كان المطبخ متدربك بجد. يعني كان كله فوق بعضه كده ودراج مفتوحة، مش عارفة في ايه بيحصل لي لو التسبيكة، لو ورايا النهاردة المحشي وبعمل تسبيكته في نفس اليوم يعني لو انا بعمله بخزنه ببقى رايقة جدا في منتهى الروقان. لكن هنا كانت كل حاجة مش عارفة ليه كانت الدنيا مقلوبة يعني. وكان عندنا بطاية صغنونة كده، فقلت اعملها مع المحشي يعني. كان ابني الكبير بايت عند جدته، وبالصدفة والله ما كنتش اعرف يعني، بس لقيتهم برضو عاملين محشي ونفس اللي انا عاملاه يعني. انا دورت على كرنب متفرز، لان انا طبعا ست دلوعة ومش عايزة. المهم يعني ان انا دورت على كرنب متفرز عند طبعا انتوا عارفين بتوع الخضار الايام دي بقى بيقوروا الحاجات وكده. هنا نظفت المكان، نظفته روقته، بس مش عملت حاجة، شلت الحاجات. بس بقول لكم ان انا بحط زبدة الفول السوداني هنا، مش بدخلها التلاجة يعني عشان بتنشف. ودي ما دي الوايبس، طبعا انا ايدي رايحة جاية عليها في اي حاجة بلمع بيها يعني. ف دورت على كرومب وكده متفرز، مفيش، عشان يسهل عليا الوقت لان الوقت متأخر يعني. بصراحة الوقت يعني انا مش عايزة اقول لكم ان انا بسجل لكم الصوت يمكن الساعة 6 تقريبا او 6 الا ربع حاجة كده. آه، ف فالدنيا دمار عندي 6 الا ربع الصبح. تمام. فببقى بقى صاحيه متاخره، فببقى متلهوجه. طبعا انتوا عارفين ان الرزق والحاجه الحلوه في البكوره، يعني لازم تبقي في الصبح، يعني الصبح. تمام. المهم يعني، فانا جبت كوسه متقوره جاهزه، وعدت على تقويرها وما عجبتش جوزي، برضو قال لي دي تخينه. يعني انا مش عارفه، هم بيقوروها ربع تقويره تقريبا يعني. بس وحضرت دي كوسه وبتنجان، ونسيت اقول له فلفل، مع ان احنا ما ينفعش ابدا يا جماعه، انا نسيت حاجات كتير قوي، لان انا برضو ما كانش عندي حاجات كتير. ف يعني انا مثلا نسيت ان انا اقول له عندي عايزه ليمون، وانا ما كانش عندي ليمون. فكنت حطيت، بصوا والله العظيم بعرف الف ورق عنب. الحله دي يا جماعه قبل ما اجيب الاير فراير، فدي كنت بحمر فيها الناجتس او البطاطس، الحاجات الصغننه يعني. فاهمين؟ فهي مسوده من كده. فانا بصراحه كنت بدور على، انا حتى بقول لكم هنا ان انا بدور على اصغر حله، يعني دي مش في الطقم الجديد عندي خالص. عموما انا بس بقيتش بقالي فتره كبيره قوي ما بستخدمش الطقم الجديد يعني. معرفش ليه مايله قوي للالومنيوم وما بستخدمش غيره تقريبا، او مايله للحاجات القديمه اللي انا متجوزه بيها، مش عارفه في ايه يعني. مش عايزه انضف يا جدعان، اعمل ايه طيب؟ المهم يعني ان انا نقيتها عشان اصغر حله عندي يعني. انا غسلتها بقى وخلاص وشلتها خلاص، لان انا بقيت بعمل اي حاجه بالاير فراير، اي حاجه مقليه قطعيا بالاير فراير، حتى لو مسقعه، حتى اي حاجه في الكون بالاير فراير. فخلاص دي كنت كنفتها على جنب كده وشلتها. بس لما لقيت نفسي هعمل ورق عنب، ومش عايزه اعمله في الفخار. انا على فكره عندي فخار بكميه رهيبه، اللي هي البريمات يعني، بكميه رهيبه بجد يعني. مش عايزه اقول لكم ان انا شايله لها، ان انا سايبه لها درج كامل كبير، اللي هو جنب البوتاجاز ده اللي هو مقفول، بفتحه بس اجيب منه علبه الفخار، او حاجات صغيره بقى اللي بيتعمل فيها الزبادي، او يتعمل فيها يعني اي حاجه صغنونه كده، يا اما الكبيره. الحجم الكبير قوي هو اللي كان عندي منه حاجتين ثلاثه واتكسروا، خلي بالك اصلا ساعات بيقعوا من الدرج. هنا كنت خلصت كل حاجه والله العظيم، رغم ان الورق عنب كان فعلا. فانا ما بستخدمش دبس الرمان يا جماعه ولا الصويا صوص، ما بستخدمش الحاجات دي. انا على قديمه شويه. تمام. المهم يعني ان والله بجد بجد
كان خطير. كلمه خطير دي قليله، رغم ان هو كان عايز يبقى مزز شويه. يعني جوزي قال لي كان محتاج، قلت له كان محتاج ورق عنب. سوري، كان محتاج ورق عنب. انا في الضمير بقول لكم الساعه 6 يا جماعه. كان محتاج ليمون. تمام، عشان يبقى، بس هو كان خطير بجد وكان بيدوب في البق. يعني بصراحة، يعني احترمت الراجل اللي انا جايباه منه مسلوق، بس انا عدت على سلقه حاجة يعني بسيطة. هنا كنت بوريكم البط ان انا حمرتها جوه الاير فراير. بصوا يا جماعة، بجد الاير فراير ده اختراع والله العظيم، حلو جدا منجد، فاهمين؟ هنا بقى كنت خلاص حطيتهم وكده، حطيت الاكل بقى علشان ناكل. بصراحه ما هنش عليا، يعني انا شلت الجزء الخاص بابني في البط، لان انا عارفه ان هو بيحب البط الكبير، ابني الكبير يعني، وهو ما بيحبش حاجات كتير قوي، فالحاجه اللي بيحبها ببقى متمنيه احبها. وده طبعا جوزي حبيبي حبيب قلبي، جاب لي كريز. بصوا يا جماعه، كريز غالي قوي عندنا. معرفش هو انا اكتشفت ان هو في اماكن، يعني هو في سيدي جابر ب 60 جنيه، في ميامي ومحمد نجيب والحته دي ب 100 جنيه. انا بتكلم على الكيلو. عندي انا ب150 وب140. فبص، مش عايزه اقول لكم يعني تفاوت في الاسعار رهيب، ومش عارفه ايه الفرق بصراحه، مش عارفه ايه الفرق يعني. بس اختي بتقولي بتاع سيدي جابر يمكن صغنون شويه، او هي بتقولي جاب لي فيه يعني، وهي ما نقتش فجاب لها حبه مضروبين كده. المهم يعني مش مهم، انا بحبه قوي قوي، انا واختي يعني بنموت فيه فبجيبه. فطبعا غالي عليا قوي يعني، مش كل شويه هجيبه يعني، فباكله كده طبق طبق كده على حاسه انه مخدرات دلوقتي بقى. بصوا، ايه رايكم في المكياج بتاعي؟ بجد هو مش اوفر قوي. انا حبيت اقول لكم ان هو مش اوفر قوي كده. مش عارفه ليه الكاميرا مدياه ايحاء. ده هو كله انا حاطه كحل ازرق في عينيا، يعني هو كل الفكره ان حاطه كحل ازرق في عينيا بس، وحاطه ماسكارا وفوق العين حاطه يعني بيج جه على مبادئ البراون كده بس، يعني مش اللي هو مش جامد. بصوا الاوتفيت ده كان عاجبني جدا، فعشان كده قاعده اصوره لكم يعني. تمام. هو بصوا الشنطه مش شنطه نادي نهائي، بس برضه لازم ابقى اليجانت بالليل يعني. احنا بالليل يعني، فاهمين؟ فرايحين نقعد شويه، وابني تعبان، ادعوا له بقى. كان عمال يقول لكم انا تعبان يا جماعه ادعوا لي. فعايزاكم بقى كلكم في الكومنتات تنزلوا تدعوا له، بجد هو تعبان قوي. عنده التهاب في المفصل، رغم ان هو ما اهو كان بيقول لكم ان هو تعبان، يعني مش بيشحت تقريبا او حاجه كده، مش فاهمه ايه يعني. عنده التهاب، انا مش عارفه هو عنده ايه. هو عنده الاول القدم بتوجعه دايما، ده من يوم ما اتولد او بعديها بشويه كده يعني، لما تم سنه حاجه كده. فسالته دكتور واتنين. المهم ان احنا اكتشفنا ان هو نمو، واتأكدت من ده. لكن الجديد يا جماعة والحديث ان هو المفصل بتاع الركبة، او انا مش فاهمة ايه الوضع. لان رحت الدكتور عظام واداني مضاد الالتهاب. احنا عملنا تحليل دم، صورة تحليل دم كاملة، وقال ان هو تمام وكده، بس اداني مضاد الالتهاب. قال لي يعني اللي جاي كله بسيط يعني ان شاء الله. فجاب الاول يومين نتيجة، وكنت فرحانة قوي قوي. وبعد كده رجع له تاني، ويعني بيمشي ركبة سليمة وركبة متنية شوية. فلكم ان تتخيلوا ان ابني يعني، فاهمين، عنده 5 سنين وقفت له النشاطات الرياضية كلها. فانا طبعا متضايقة ومنزعجة ومش عارفة اعمل ايه. بس الحمد لله الحمد لله يا رب، قضاء اخف من قضاء. طبعا انا كنت بوريكم ان انا مش في انا فحاسه نفسي الاكيل، عارفين اللي هم بيعملوا ريفيوهات اكل وكده. لا والله، ده انا كنت بتغدى، بس كان الغدا متاخر شويه، ما كنتش اتغديت في البيت. فجبت كده بيتزا انا واختي، جبناها مع بعض يعني، وكل سندوتش كده. دي حاجات بسيطه، دي نقنقه. يلا اشوفكم في فيديو جديد، سلام.